عند الرقبة من هنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شويبس، والنهارده هنتكلم عن الإرشاد الثامن، وهنتكلم النهارده عن مرض الجرب وإزاي التحصينات بتاعتها والجرعات قد إيه على حسب عمر الأرنب. أعمار الأرنب طبعا ما بين الأمهات بتاخد قد إيه، وما بين العيال الصغيرة بتاخد قد إيه، والجرعة دي بتتاخد كل قد إيه، ومعلومات عن الجرب وإزاي نكتشف الجرب وما يسيبناش هذا المرض، لان المرض ده خطير وبيهدد طبعا مشروع الارنب بشكل واضح، وطبعا ده اساسي لاي حد بيربي ارانب، لان مرض الجرب دوت اخطر مرض بيصيب مزرعه الارانب وما بيخليش مزرعه الارانب ديت تنتج. وتعالى النهارده نشوفه مع بعض المعلومات النهارده عن الجرب وتحصينات الجرب. لا 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 مفيش هروب، لا لا مفيش هروب، لا لا مفيش هروب. قوموا كمان مرة. لا لا لا. جماعة هنتكلموا عن الجرب، والجرب دوت طبعا احنا ازاي نكتشفوه وازاي اوله وازاي اخره. طبعا هنشوفوه على الارانب الصغيره هنا. هو الارانب الصغيره ديت برضو اللي هي التحصينات بتاعتها، ولازم طبعا في السن دوت اول ما يتم مثلا الكيلو او كده او نص كيلو، طبعا بياخد نص سنتي تحت جلد الرقبه. وعندنا هنا الامهات الكبيره، طبعا دول بيبقى فيه حاجات مختلفه شويه عن اي حاجه. الامهات ديت طبعا بنبص عليها وبنبص على الجرب منها. وطبعا الجرب دوت يا جماعه احنا بنتفاداه من اول المطاف خالص، ان احنا نبصوا على ضوافر الارنب. الارنب اول ما بيجي له جرب بيجي من على طريق ضوافره. الضوافر ديت بتبقى محمره كده شويه، وطبعا لما بتبقى محمره طبعا تعالى كده نشوفوا كده حاجه مع بعضنا. دي وهنا بنمسك كده الارنبه، وهنا الضوفر ابيض كله من اول هنا لغايه هنا. الضوفر ابيض. طبعا الام ديت صالحه وما فيهاش جرب ولا فيها اي حاجه. طبعا انا لازم اوريكم الفرق ما بين دوت ودوت. هنا بصوا الضوفر ابيض خالص. فين عمر الام اللي هي ممكن يكون فيها مثلا ضوافرها حمراء وهنطعموها بعد كده. هنا ام تانية. لازم نعرفها يا جماعه ان الجرب بيجي عن طريق ضوافر الارنب. ضوافر الارنب شايفين هنا برضو ابيض. نبص على الام دي. معلش، هي دايما الامهات بتبقى كده بالمنظر ده اهوت. الام ديت هنبص هنا على ضفرها برضو ابيض اهوت.
تعالى هنا كده يا عمر. على العموم يا جماعة ان احنا دلوقتي بندوروا مكان الضفر دوت، بدل ما يبقى ابيض خالص كده بيبقى فيه احمرار. الاحمرار دوت ده مؤشر ان الارنبة داخل عليها دور جرب. وطبعا في الحالة ديت بالنسبة للامهات، احنا الامهات طبعا احنا ما نقدرش نديها جرب. الامهات طبعا احنا ما نقدرش نديها جرب غير لما تكون ان هي يعني ولدت ومريحينها شويه، وبنديها التحصينات ديت. بنديها سنتي تحت جلد الرقبه، سنتي كامل تحت جلد الرقبه كل شهر اذا امكن. يعني ان هو مثلا لو احنا لقينا الارنبه من دول الضفر بتاعها احمر، يبقى الارنبه دي داخله على جرب، والجرب دوت هيبقى بيبتدي عند الارنبه، فاحنا بنحصنوها وبنديها الحقنه زي ما حضراتكم انا وريتكم كده. الضفر ده طبعا ابيض، ان احنا ما عندناش جرب ولا عندنا اي حاجه. طبعا لما بيكون في احمرار شويه طبعا دي مؤشر ان الارنبه دي داخله على جرب، وتحذير ان الحقنه بتتاخد الارنبه الفاضيه. الارنبه الفاضيه اللي هي مش حامل بتاخد، لان طبعا حقنه الجرب بتسقط الام، وطبعا بتبقى خطر عليها. طبعا احنا لو يعني تفادينا ان الجرب في اوله من ضفر الارنب، لو هو ابتدى ان هو يحمر وطبعا وعالجناه وحطينا وعطينا البتاع دوت وعطينا حقنه الجرب. هات كده مصطفى البتاع ديت العلبه بتاعت الجرب، العلبه بتاعت الجرب اهي الصفرا اللي هناك دي. طبعا انا بستعمل النوع دوت زي ما حضراتكم شايفين. لو احنا تفادينا اللون الاحمر بتاع الضفر دوت طبعا مش هيسيبنا بالجرب، ودايما الارنبه هتفضل شغاله، ومش هيطلع طبعا على ودانهم، ومش هيطلع بشكل ملحوظ على وشهم والكلام دوت. بالنسبه بقى للعيال الصغيره اللي هي زي ديت، المفروض ان هي اول ما بتتم مثلا نص كيلو او كيلو الا ربع ماشي، بندي لكل عيل من دول نص سنتي تحت جلد الرقبه. دلوقتي هنشوف ان احنا هنطعم كام ارنب كده قدامكم يا مصطفى. امسكه كده، امسكه كده زي ما كنت ماسك كده. لا امسكه كده، سيب. زي ما حضراتكم شايفين هنا عند الرقبه من هنا ماشي، وندخل كده وبنديله هنا نص سنتي. هات اللي بعده حطه، حط على كمان الصفحة. نفس الكلام من عند الرقبة من هنا حطه مكانه. هات مصطفى هنا، هات هنا، هات هنا، هات الارنب الصغير ده، اي حاجه اهو مش مشكله.
تقربوا كده كده. يلا حطه مكانه. هات الابيض ده. ايوه اديني وشه كده، خلي وشه كده زي ما حضراتكم شايفين. هنرفع كده وهنحط تحت جلد الرقبة السرنجة. حطه. طبعا هو بيعافر وبيعمل كل الكلام دوت علشان خاطر طبعا الحقنة بتاعة الجرب بتحرق شوية كده زي ما حضراتكم شفنا. طبعا الارانب الصغيره طبعا احنا بنعملها كتحصين، والارانب اللي هي الكبيره بنعملها ان احنا دايما بنشوفه لو عندنا جرب او بنشوفه طبعا الديتول اللي احنا بنرشوه كل مره بيعمل زي وقايه، والوقايه خير من العلاج. طبعا اول ما الضفر بتاع الام بيحمر احنا بنلحق ان احنا نديها سنتي تحت جلد الرقبه مش نص سنتي، والعيال الصغيره بياخدوا نص سنتي. والسلام عليكم ورحمه الله.